الأرقام مو دايما بريئة، ممكن تضحك على عقلنا. رح تقلي أبو اليوس شوية أرقام تضحك علي أنا؟ رح أقول لك صديقي لا تكون أهوج وتابعنا. الشركات العالمية مثل أبل ونايك بتستخدم هاي الأرقام بطريقة بتخدع عقلك مشان تقلب الموازين لصالحة وتزيد مبيعاتها. مثلا ليش منشوف أسعار الآيفون بتبلش ب $999 بدل $1000؟ لأنه مخك بكل بساطة بشوف الرقم الأول بس وبحس السعر الكلي أقرب له، فبيعطيك شعور إنه أنت دفعت أقل رغم إنه الفرق هو $1 بس. فيا أبو حميد ركز كتير معي وتعال نحكي باللي بعده. حتى في الخصومات والتخفيضات فهي عبارة عن تخفيضات مصطنعة، بحيث الشركات بتلجأ لرفع سعر القطعة بعدها بيعملوا تخفيض مغري بحيث انت تكون اشتريتها بسعر الأصلي قبل التخفيض. حتى بالإحصائيات لما بيقولوا انه في 90% من الناس بتحب المنتجات الخاصة فيهم، ما بيكونوا حددوا مين هدول الأشخاص ولا ايش قد عددهم. فالشركات بتحكم الواقع مثل ما بدها، ولما بتقدم معلومات بتكون بدون شرح كافي. فيا عزيز أبو حميد أنا فيديوهاتي بتعجب 100% من الناس، لأنه كل اللي بيشوفون هن أصدقائي ومعارفي، وحتى أنت يا أبو حميد صديقي العزيز. وبالختام الأرقام ممكن تلعب معك وممكن تلعب عليك، بس تذكر المرة الجاي تحسبها صح.